السلام عليكم، ازيكم يا قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل طريقة الكشري بكل سهولة، اللي طبعا مفيش بيت مصري ما بيحبهاش. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. عندي مكرونة سباكيتي، عندي مكرونة كده عقل صغيرة، عندي رز، شعرية، طماطم مضروبة في الخلاط، صلصة، البهارات، توم مفروم، بصل كده متقطع جوليان، انا مقطعاه في اللي بنقطع فيها الشيبسي، المكنة اللي بنقطع فيها الشيبسي، فهبدأ بيه كده مقطع رفيع خالص زي ما تكوني بتقطعي شيبسي في المكنة كده واعمليه. هما كانوا 3 بصلات. هنحطه بقى في شوية زيت حلوين كده يكونوا كتار شوية، نحط عليهم شوية ملح. الزيت ده هنبدأ بأول حاجة البصل عشان هنستعمل الزيت ده كله بقية الوصفة. هنا حطيته على نار هادية كده لغاية ما يدبل معايا، وأول ما يدبل معايا هعلي عليه النار بس أكون ايدي فيه عشان ما يتحرقش مني. بس خلاص كان دبل معايا كده، وهفضل بقى ايدي فيه كده. انا كده عليت النار خلاص. هنا بقى هسلق العدس كده، هسلقه لوحده، وهعمل بقية المكونات مع بعض. هنا كان خلاص احمر معايا. الطريقة دي حلوة قوي للبصل بقى، ولا دقيق ولا نشا ولا الكلام ده كله، هيفضل مقرمش معاكي. وانا الطريقة دي بستعملها بقالي فترة كبيرة جدا، ولا بحط دقيق ولا نشا ولا الكلام ده كله. زودي بس حبة زيت كده، والزيت ده مش هترميه، انت هتستعمليه بقية الوصفة. هنا كان خلاص طلع معايا كده بالطريقة دي. اول ما اللون الذهبي الحلو ده خده خلاص طلعته. هنا بقى انا هعمل الكمية، انا مش هعمل الكمية اللي انا وريها لكم دي كلها، انا هعمل على قدنا يعني. فحطيت هنا شوية شعرية كده، وعليهم شوية رز، والكمية اللي انتي تحبيها اعمليها. انا هعمل كمية بسيطة، هو بيرمي اصلا. احط بقى اول ما الرز يسخن معايا هنزل مكرونة واشوحهم كلهم لغاية ما يسخنوا مش يحمروا. هنا يا دوبك سخنوا معايا كده يعني 3 4 دقايق كده، الفهم كده على النار لغاية ما يسخنوا. هنا هنزل بالمكرونة، المكرونة الاسباجيتي كده، وعليها المية السخنة على طول. هحط معيار الرز العادي، واسيبهم بقى يتشربوا كده، يبقى كده جاهز عندي خلاص. واول طبعا ما يشربوا هوطي عليهم. هنا بقى هروح للصلصة، هعمل التومة كده، وهحط الطماطم المعصورة، وهحط معلقة صلصة وملح وكمون وكده، كمان تبقى جهزت معايا خلاص. هعمل بقى دقة الشطة. هنا هحط شطة في حبة زيت برضو، كل ده استعمال الزيت بتاع البصل، انا مصفياه وبستعمل منه بقية الوصفة. هقلب كده دقيقتين كده ولا حاجة لغاية ما الشطة تسخن معايا، وهنزل بكبشة كده من الصلصة اللي احنا عملناها دي، وشوية مية صغيرين برضو كده، تبقى كده الشطة جهزت برضو معايا. دي شطة الزيت، تبقى كده خلاص. دي كمان خلصت. يبقى فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الخل. هنا بقى عندي الخل كده، حطيت تومة وخل و تومة وكمون وخل، وحطيت شوية مية. انا برضو بعمل كمية، كل الكمية دي على حسب اللي انت عايزاه، انا هعمل كمية بسيطة مش كتير. وعصرة ليمونة كده. احط بقى شوية ملح كده وخلاص، على كده تكون كمان جهزت معايا. هنا بقى هروح للرز. بص ما شاء الله فلفل معايا ازاي، ولا عجن ولا اي حاجة. اهم حاجة بس تديله تسخينة كله مع بعضه كده، الرز والمكرونة والشعرية. والشعرية بس يا دوبك تصفر، يعني متحرقهاش عشان متحرقش معاكي. هنا ما شاء الله بصوا كان فلفل معايا ازاي. هنا بوريك البصل بقى خلاص. وهنا العدس، اللي انا العدس بيسود على فكرة يا جماعة، ما رضيتش اعمل العدس معاه عشان العدس ما يسودليش الرز بتاعي. انا كده كاني اصلا سلقه المكرونه لوحدها، عامله الرز لوحده. بصوا مش باين اكني مش عاملاهم مع بعض يعني. فالعدس لو كنت حطيته كان سويت لي الدنيا دي خالص، فهسلقه لوحده. ممكن بقى يعني الخطوه دي ممكن تحطيه خلاص، سلقتيه وشطفتيه، حطيه بقى على بعضه وخلاص. اهم حاجه تنزل الميه السودا بتاعته عشان ما يسودليش. هنضف بقى الكلام ده كله. بصوا ما شاء الله والله كان جميل جدا. الصلصه اللي عملناها، بصوا شطه الزيت، الخل، يعني بصوا حاجه كده فاخر من الاخر. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير باذن الله. مع السلامه.